الناس ميتين داخل هنايا كيفاش غدير. شوفي شوفي الديور، شوفي الديور، شوفي. مرحبا أصدقائي، هذه كيفكم؟ مناطق صخرية جبلية كيف صحتكم؟ في هذا الإقليم الخاص بالكوزة، يعني هالمصيبة اللي صارت بالمغرب، مركز هذا الزلزال العنيف الذي بلغت درجاته أكثر من 7. هالمصيبة اللي صارت بالمغرب أنا فقت اليوم. يعني الله يرحم الشهداء والله يرحم جميع الناس ويتلطف فينا. يا الله يا الله حبايبي، أنا ما قادرة أحكي، ما قادرة أعبر قديش أنا عن جد زعلانة. حاطة هون على التلفزيون صار لي من الصبح، عن جد شي محزن. الله يرحمهم، الله يرحمهم ويكون مسواهم الجنة يا رب. وإن شاء الله كل حدا علقان إنه يتم إنقاذه بأسرع وقت ممكن. أنا من هون من قناة زريعة بطلب منكم دعاء، يعني هذا أكتر شي فينا أنا ساعد فيه، إنه ندعي لهم، بدعي لهم إنه يا رب ما يصير فيه بقى زلزال غيره، إن شاء الله ما بيصير فيه بقى زلزال تاني. توجد بها بعض المواقع التاريخية مصنفة على قائمة اليونسكو. المنطقة تحمل مناطق أثرية عم تدمرت. ما هم الحجر، الهم البني آدم. بس كمان بدنا ننقهر على الآثار، بس بدنا ننقهر أكتر أكيد على البني آدم. خرج العشرات أيضا من المغاربة إلى الشوارع خوفا من عودة الهزات الأرضية. تذكرت وقتها 4 آب هون بلبنان، وقتها صار انفجار 4 آب. الله ينجينا وينجي كل البلاد العربية وينجي كل العالم. يا ربي الله يصبر كل حدا فقد غالي، فقد عيالهم يا الله. يا الله الناس. حبايبي متابعيني بالمغرب، طمنوني عنكم بشرفكم، طمنوني عنكم انكم منيح. انا عندي متابعين بالمغرب كتار، يا رب تكونوا بخير. طمنوني عنكم بس حبيباتي. يا الله على الناس. يا ربي حبايبي شو بدي اقولكم، يعني الله ينجينا، الله يتلطف فينا. عم بدعي لكم من قلبي انه يعني عم فكر بالعالم اللي بعدها علقانه تحت الردم. ان شاء الله يا رب يعني يعرفوا فيهم وما يضلوا وقت طويل تحت الردم. يعني اللي عايش ينجى بإذن الله إن شاء الله يا رب. أنا ما عارفة شو بدي أحكي يعني، بس ما قدرت غير ما بدي أبعت فيديو. أول شي نترحم على الشهداء وندعي لهم إن شاء الله مثواهم الجنة يا رب، أعلى مراتبها. وإن شاء الله اللي علقان ما يضلوا وقت كتير علقان وما يتعذب. وبقدم التعازي لكل أهالي الشهداء وبقول لهم الله يصبركم. مصيبة صعب كتير شي صعب. الله ينجينا وينجي كل البلاد وينجينا من الكوارث الطبيعية، يتلطف فينا ويرحمنا، لأنه ما نقصنا. بنرجع بنقول الحمد لله على كل شي، بس عن جد ما نقصنا. كل يوم عم بيكون في مصيبة ببلد عربي، يعني ما بقى نحمل. يا رب انت تتلطف فينا، ترحمنا وتساعدنا وخلي ايماننا فيك كبير، ونضل نقول الحمد لله على كل شي. ما بعرف شو بدي اقول اكتر من هيك. حبايبي بس طمنوني عنكم بالمغرب انكم منيح، وانه يا رب تكونوا منيح يا رب. انا بقدم تعزية لكل شهيد اليوم فارقنا
بالمغرب، و رح صلوا لهم وادعوا لهم أصدقائي، والله يرحمنا جميعا. بس هيك يا رب. باي أصدقائي، بحبكن كتير كتير، انتو اخواتي بغير بلاد، ديروا بالكن على حالكن. بالمغرب حاولوا ما تضلكن بالبيوت هالفترة، لأن يمكن يرجع يصير شي لا سمح الله، والله لا يقدر. بس أفضل إنه البناية اللي بتلاقوها منا كتير عمارة منيح، انزلوا منها، ما تضلكن يعني لو على الطريق نمنا أفضل ما إنه ننام تحت بناية يكونوا أساساتها منن منيح. يعني رجاء انتبهوا على حالكم، والله ينجينا من كل كارثة طبيعية، ويتلطف فينا ويرحمنا ويشفق علينا. أنا رح ودعكم لأنه ما قادرة أحكي كتير. بحبكن كتير كتير، أحلى أخوة بالدنيا. ديروا بالكم على حالكم وطمنوني عنكم.